السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. يا هلا يا هلا بالغوالي، أهلا بيكم. فيديو جديد، روتين جديد، ومليان طاقة وحيوية وطاقة إيجابية وكله كل حاجة حلوة. اولا وحشتوني كتير 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 من الفيديو اللي فات، كان فيديو من زمن شويه. الحمد لله رب العالمين، ومتشكره جدا 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 لكل الناس اللي سالت عليا وكل الناس اللي اتصلت بيا عشان تطمن عليا. ويعني بصراحه مش عارفه اقول لكم ايه. ميرسي 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 كتير. النهارده بقى عندنا فيديو حلو مليان حاجات كتير بقى، بما اننا كنا كسلانين اليومين اللي فاتوا دول، مش كسلانين، تعبانين اليومين اللي فاتوا دول، ما كنتش بعمل حاجه. وكانت الدنيا تضرب تقلب، فحبيت بقى كده ايه افرفش الدنيا شويه واعيد الطاقه والحياه لهذا المنزل. فحبيت اجيب شويه حاجات كده. ايه، انا كنت بخرج الحقيقه كل يوم الصبح، مش هكدب عليكم اقول لكم ان انا ما بخرجش، لا كنت بخرج بودي البنات المدرسه وهما بيجوا لوحديهم. فكنت بخرج بجيب اللي اقدر عليه، شنطه معايا، شنطه يوسف افندي ما فيش مشكله، حزمتين جرجير ما يقولوش لا، كيلو ونص بطاطس مش هيقولوا لا ابدا برضو كده يعني. فدي تحويشة بقى اليومين اللي فاتوا دول، انا كنت جايباهم بس ما بعملش حاجه. النهارده بقى كنت جايبه معايا العيش والكوسه دول، وجبت معايا التموين. تمام تمام. هنبدا بقى كده كده واحده واحده. انا في الفيديو ده انا ما كنتش عارفه انا هعمل ايه يعني، ولا هوصل لايه، ولا مرتبه ان انا هعمل اي حاجه، كله كده جيب البركه. تمام. اولا لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تنسيش تحط لايك، عشان انتوا بقيتوا بتنسوا اللايك خالص خالص خالص، واللايك ده بيرفع الفيديو. فلو ملاحظين لو دخلتوا على القناه هتلاقوا اخر 5 6 7 فيديوهات كده انتوا مش شطار خالص معايا في اللايك. فكنتوا بتخلوا الفيديو يقع على الحقيقه وما فيش مشاهدات بالكيلو خالص، فلو سمحتوا حطوا لايك. ماشي ماشي. النهارده هنتكلم على شويه حاجات بقى هتوفر علينا كتير، يعني شويه حاجات كده هنعملها هتوفر علينا، ويعني الى حد ما نعرف نتعايش مع الاسعار والحاجات الجديده اللي احنا بنقول عليها. اول حاجه اللي انتوا شفتوه من قبل كده ده كان صابون سايل، انا بشتريه سايب. تمام. ما بقيتش هجيب الجراكن اللي على بعضها ولا الازايز ولا الكلام ده خالص. خلاص. فبقيت بجيب كل شهر بجيب ب20 جنيه 5 اكياس بيكفوني الشهر وكده تمام وفل، بدل ما اروح اجيب الجيركن ب50 جنيه او ب55 جنيه ويا كفى الشهر يا ما كفاش. اتفقنا؟ دي اول بند هنوفر فيه الصابون السائل او صابون المواعين. خلاص. انا لقيت ان النقطه دي وفرت معايا كتير جدا، جربيها وان شاء الله توفر معاكي اكتر. خلاص. بس كده دي اول حاجه هنشيل عنها. وليفه او ليفتين بيكفوني الشهر. خلاص، ب10 جنيه يبقى 30 جنيه ده الصابون والليفه. عندي هنا التموين. الحقيقه انا كنت جايبه التموين انا التموين بتاعي بيبقى ازازتين زيت واربع اكياس سكر. تمام. الازازتين زيت طبعا استحاله يكفوا الشهر لان هم اتسخطوا خالص بقوا قد كده، وبسيبهم للقليه. بجيب معاهم ازازه كبيره ماشي، اللي هي اللتر ونص دي، بحوالي الشهر اللي فات جبتها ب90 جنيه. الشهر ده سالت عليها لقيتها ب110 بس لسه ما جبتهاش، هجيبها باذن الله. برضو بحاول ان هم يكفوني الشهر. خلاص. عندي ايه تاني؟ عندي الحاجه دي يعتبر دي الاساسيات. الدقيق بقى، انا عندي دقيق ده اساسي الحقيقه، فلازم لازم لازم يبقى عندي الدقيق متوفر. يعني كان في مثل قديم بيقول لك ان البيت من غير دقيق حاله يضيق. يعني بصي بيفك معاكي في اي لازمه، في اي ازمه قصدي. عندك العيال عايزين حاجه حلوه، نعمل كيكايه مثلا، نعمل يعني اي حاجه، نعمل شويه قرص حلوين، شويه بانيه شويه باتيه شويه بصوا اي حاجه اي حاجه هتلاقيها هتسد معاكي وهتعمل تفك ازمه من الاخر. فدي ده اساسي معايا، فبجيب بقى حسب ما انا بستعمل. تمام. فانا جبت الحاجات دي الحقيقه، كنت جايبه شويه حاجات، فقلت هروق الدولاب. يعني انا زي ما قلت لكم ماشي في الفيديو ده انا ماشيه بالبركه كده. فكنت جايبه شويه حاجات فحطيت الحاجه مكانها، فالدنيا كانت تضرب تقلب بقى زي ما انتم شايفين كده. فحبيت اروق الحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت اشوف ايه الحاجات اللي ناقصه عندي كتير، الحاجات اللي عايزه محتاجه اجيبها، الحاجات اللي انا ممكن اجلها شويه. بس فلقيت عندي شاي الحمد لله، فخلاص كده مش هجيب شاي. ولقيت عندي كاكاو، كنت جايبه كاكاو، والنشا ده كنت جايباه فهحطه مكانه. السكر برضو خدت كيس عشان احط املى الحاجات دي.
السكر عندي بشوف عشان كمان في رمضان احنا بنحتاج في رمضان سكر زيادة، فبحاول اشوف اللي هيكفيني ولا مش هيكفيني، واكتب في ورقة الحاجات دي كلها، اكتبها في ورقة عندي عشان اللي لازم احط تحتيهم مليون خط كده، وابدا اشيله من دلوقتي لحاجة رمضان، لان حاجة رمضان خلاص ما بقاش فيه وقت، ما بيكملش، مش مكمل 3 شهور كمان. فكل شهر كده شيلي لك كيسين سكر، هاتي ازازة زيت صغيرة وحطيها على جنب كده، ما تجيش ايدك عليها، كيس مكرونه، كيس شعريه، بصي بالكيس، يعني مش هقول لك هاتي بقى كيلوهات وحوارات وحوشي وتشيلي لا، هنجيب كل شهر، او ما بنجيب التموين او بنجيب اي حاجه، 5 جنيه زادت معاكي، 6 جنيه زادت معاكي، هاتي بيهم كيس لسان عصفور، كيس شعريه، هاتي 20 جنيه زادت معاكي، هاتي لك كيلو اي حاجه، كيلو رز حطيه على جنب، فربع فاصوليا على ربع لوبيا على مش عارفه ايه، الحاجات دي كلها بتنفعك بعدين. خلاص، احنا قلنا ان احنا كل حاجة لازم نفكر فيها من بعيد شوية، مش هينفع نعيش اليوم بيومه دلوقتي، عشان لان انت لو عشت اليوم بيومه برضه هتبقى الموضوع صعب، فانت لازم تفكري لبعدين شوية. اهم حاجة زي ما اتفقنا ان احنا بيوتنا دايما تفضل مستورة، بيتك دايما يبقى فيه حاجة للمفاجآت، حاجة للطوارئ، حاجة انت تعبتي فجأة، الحاجات اللي انا كنت مفرزاها الحقيقة انقذتني جدا جدا في اليومين اللي انا كنت تعبانة فيهم، فالتفريزات مهمة جدا برضو، مفاجآت بقى ايا كانت المفاجآت، لا قدر الله تعب، لا قدر الله حد انت تتعبي ما تقدريش، ما عندكيش وقت، مش فاضية، امتحانات، كل الحاجات دي بتنفعنا. مثلا عندك ضيف جه عليكي فجأة وعايزة تتصرفي، مش هتعرفي تنزلي الشارع، الحاجات دي كلها بتنفع. تمام، عندك وركين حتى يا ستي، مش هقول لك كتير، وركين 2 وتبليهم وحطوهم احتياطي في الفريزر، نص فرخة، بانيه، نص بانيه حطيه في الفريزر، تعملي بيه اي طاجن مكرونة بالفراخ بيبقى حلو جدا برضو لاي ضيف. يعني بصي في حاجات كتيرة بنعملها بتسهل علينا كتير، ودايما تخلي بيوتنا مستورة. يعني الشاي والسكر دول استحالة بيتي يبقى خالي عنهم، عشان كده ما ينفعش ان انت ما يبقاش عندك احتياطي. يعني انا فضيت البطرمان في اخر حاجه عندي، وعندي كيس الصوانون اللي انا كنت جايباه من التموين اللي هو على قد كف الايد ده واصغر شويه، فحطيته كده احتياطي وسبته، قلت عشان ايه برضو الدنيا ما تبقاش عندي فاضيه قوي، يعني فاهمين. بس عندي كده الخضار، انا كنت الحقيقه جايبه خضار قبل كده وحطاه في التلاجة وما استعملتوش قوي، فطبعا مش هسيبه يبوظ في التلاجة، فطلعت كل الخضار اللي عندي في التلاجة وببدا امسحه زي ما انتم شفتوا كده، وغسلت الادراج بتاعتي ونشفته كويس، عشان الميه اللي عليه دي هي اللي بتبوظه. فهبدا اظبط الحاجات اللي عندي دي كلها، والادراج بتاع الادراج بتاعتي المعها كويس جدا، والعلب بتاعتي اللي انا بحط فيها الخضره زي ما انتم متعودين معايا، جرجير بقى، فجل، كرات، خضره محشي، ايا كان اللي عندي، دول اللي كانوا عنده زايدين بقى لهم عندي اسبوع يعني، فكل فتره كل ما باجي اخد منهم ده صوت الغساله يا جماعه، معلش مشغله الغساله. فكل فتره كده بروح جايه عامله ايه، شايله اشوف فيهم حاجه خضره، حاجه اصفرت قصدي، حاجه دبلت، حاجه مش عارفه اروح شايلاها، احاول انشف العلبه من تحت كده ومن الغطا بتاعها، عشان بيبقى فيهم قطرات من الماء، فالحاجات دي اللي بتبوظ الخضره. فلما اظبط الحاجات العلب دي كلها، وابص بقى على ايه، حته التوفير التانية. انا بشوف ناس بتشتري شنط للزباله عزكم الله، واكياس مش عارفه شنط لايه وشنط ليه، فانا الحقيقه انا يعني انا عمري ما اشتريتهم الحقيقه، بس عشان بعمل ايه، بجيب الشنط اللي انا كنت جايبه فيها الخضار، جايبه فيها رز، جايبه فيها مكرونه، جايبه فيها ايا كان طلباتي من السوق، وبشيلها الحاجات اللي ينفع اشيلها اكياس احط فيها حاجه بشيلها لوحدها، الشنط اللي ينفع احط فيها اعزكم الله زباله بشيلها على جنب، كل حاجه ليها حاجه، الحاجات الملونه والاسود دول على طول بحطهم للزباله، والحاجات الفاتحه الشفافه دي لو نظيفه بشيلها وبحط فيها اي حاجه في الفريزر جوه كيس تاني، والحاجات اللي هي مش قوي بشيلها واحطها برضو للزباله، فبتوفر عليا كتير جدا. جيت بعد كده بعد ما ظبطت الدنيا، جه عندي بقى التلاجة كانت عندي فيه طبق عسل، فالبنات هما بيجيبوا حاجات من التلاجة فاتزق منهم معرفتش بيه، المهم ان انا لقيت التلاجة بالمنظر ده، فالنص التحتاني هو اللي كان بس متبهدل، النص الفوقاني كان كويس، فشلت الحاجات دي كلها بقى وغسلتها بالليفه والصابونه كويس وبالخل، واحط بقى كل حاجه مكانها على نظافه، وتبقى حاجتك كده نظيفه ومترتبه في اي وقت تبقى عايزه تعملي حاجه تلاقي حاجتك نظيفه، ما تحتاجيش ان انت عايزه تشيلي كله، حاجه بتسهل على حاجه وبتوفر عليكي وقت في حاجه تانية. خلاص كده التلاجة عندي كده تمام، ومسحت الارض وكنستها برضو، بس الحته دي يعني اتمسحت، لقيت نفسي مش تليفون مش بيصور. خلاص نيجي بقى للغدا.
الحاجات دي طبعا مش كلها ورا بعضها يا جماعه، يعني انا فين وفين لما بعمل حاجه، اعمل حاجه واقعد اريح شويه ظهري وبعد كده ارجع تاني، يعني اعمل حاجه ممكن اقف نص ساعه وارجع اريح كده، يعني طول اليوم على هذا المنوال. يعني احنا كده يعتبر قبل المغرب بحاجات بسيطه. تمام. بس التتبيله بقى بتاعت الاجنحه دي، انا جايبه كيلو اجنحه، والحقيقه يعني كنت مستاءه جدا منه، ما كانش على هوايه خالص خالص، بس يعني مع اني جايباه ب 55 جنيه، لان كيلو الاجنحه الفراخ عليت جدا جدا. المهم ما علينا، ان هو ما جاش على بالي، يعني ما جاش على هوايه، بس يعني مضطر ان اخاك لا بطل. هتبل الاجنحه دي بتتبيله الشوي اللي احنا متعودين عليها. هكتبها لكم برضو. وتتبيله الشوي دي عباره عن ايه؟ ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، بابريكا، 7 بهارات او بهارات فراخ زي ما انت عايزه، وعندي خل، وعندي معلقه من الكاري، معلقه من بصل بودر، توم بودر، وصويا صوص لو مش موجوده مفيش اي مشكله، ومعلقه خل ومعلقه زيت. تمام. قسمت الخلطه دي نصين، نص هحط فيه الاجنحه دي واسيبها بقى حوالي ساعه كده لحد ميعاد الغدا يعني، والنص التاني هعمل بيه زي ما هتشوفوا دلوقتي. انا عندي الخضار، جايبه عندي كوسه هقطعها، بس هحاول بقى اخلي التقطيعه بتاعتي مختلفه، يعني من باب التغيير والتجديد. تمام. فهقطعها صوابع زي صوابع البطاطس المحمره كده، فهقطع الخضار كله عندي صوابع، سواء الكوسه او الجزر او البطاطس. ولو عايزه تضيفي اي خضار تاني، فاصوليا خضراء مش هيقولك لا، بسله مش هيقول لا، يعني اي حاجه خضار هتنفع مش هتقول لا. خلاص. بس دول اللي كانوا موجودين عندي واستعملتهم. هقطع زي ما قلت لكم البطاطس والجزر والكوسه، ومعاهم قرن فلفل حامي، ولو عايزه تحطي فلفل رومي او فلفل الوان برضو مفيش اي مشكله. خلاص. هشوف بس صوت الغساله باين قوي ولا لا. الحقيقه ما عرفتش الصوت كان باين ولا لا، انتوا اللي هتقولوا لي في التعليقات بقى كان باين ولا لا. ماشي. نكمل بقى. الخضار هقطعه زي ما انتوا هتشوفوا، وهحط عليه الخلطه اللي هي كانت باقيه مني، اللي انا قسمتها قبل كده، بس هحط عليها، ازود عليها مكعب مرقه دجاجه بس عشان يديها طعم، لو مش عايزه مفيش اي مشكله. وحوالي نص كوبايه من الميه عشان تفكي لي بس التتبيله، وتديني سوائل، عشان لو انت عايزه طبعا الخلطه دي فيها سوائل اكتر ممكن تزودي ميه اكتر من كده. لو عايزه تحطي معلقه صلصه مفيش اي مشكله، بس انا عاملاها من غير طماطم ولا صلصه ولا اي حاجه من الحاجات دي، تبقى خفيفه وتدي نكهه المشويات. تمام. بس كده هحط الخضار بتاعي واحط عليه تتبيله وهقلبهم في بعض وارص عليهم الاجنحه، وخلاص على كده. نيجي بقى لنقطه التوفير في الاكل زي ما كنا بنتكلم. قلنا ان احنا الاكل هنعمله اليومين، نحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل اكل على يومين. لو مش هتعملي اكل على يومين وبتحبي الاكل في يومه طازه يوم بيوم، فهنعمل على القد بالظبط علشان ما يزيدش. يعني الرز مثلا هنعمل، نشوف احنا كام فرد وبيكفينا كام كوبايه او كوبايتين، انت خلاص اكيد بقت عينك معيار، وبتحطي على قده بالظبط عشان ما يزيدش، لان الحاجه مش حمل ان احنا نرمي حاجه او حاجه تبوظ مننا. تمام. عملت حاجه وزادت مني، على طول بعد ما اخلص اكل وبظبط الدنيا والمطبخ وانضفه، الحاجه بتاعتي تتحط في التلاجة، حتى لو شتا ما تقولوش ان الجو برد مش هتبوظ. تمام. برضو حفاظا على النعمه بتاعت ربنا، لان احنا عارفين ان الحاجه دلوقتي مش بالسهل. خلاص. بغطي الصينيه بتاعتي وبحطها في الفرن. بتاخد قد ايه؟ بتاخد حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع. تمام. لو انت مستعجله ممكن تشغلي عليها من فوق وتحطي وفوق العين من فوق، يعني لحد ما تستوي، وبعد كده تنزليها تحت الشوايه. انا الحقيقه عملت كده برضو عشان لقيتها يعني لقيتها خلاص مش لقيتها عايزه هتاخد وقت مني كتير، فروحت قلت هسويها من فوق، وبعد كده حطيت لها فحمايه كمان زودتها كده عشان تبقى طعم الشوي كده، كان جميله جدا. لو انت مش عايزه الخطوه دي برضو براحتك. عملت معاها رز وطبق سلطه وبس، على كده ده كان غدانا النهارده، فضل ونعمة من عند ربنا يا رب. دايما ندعي واحنا بنقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، يعني طبعا البركة اهم من الرزق، يعني ندعي بالبركة اكتر ما بندعي ان ربنا يرزقنا، ندعي بالبركة قبلها. فالبركة يعني بتزود كل حاجة حواليكي، وبتخلي كده عندك رضا، وعندك عارفين حتة البركة في البيوت دي، ربنا يا رب يجعلها في بيوتنا كلنا، ويجعل بيوتنا دايما عمرانة بالخير والبركة. وكانت دعوة الناس القدام، يعني عارفين ربنا كلمة روح الله يبارك لك دي كلمة مش سهلة وحاجة حلوة قوي، ربنا يتقبل يا رب. المهم البنات قالوا لي بقى احنا عايزين حاجه حلوه، عايزين حاجه حلوه،
وخلاص انا كنت فصلت بقى ساعتها ومش قادره. فنعمل بقى ايه، نعمل حاجه حلوه ايه، يعني انا مش ما فيهاش حل الخبز بقى. فقلت انا هطلع بقى كان الحاجات دي كان في الفريزر عندي من السنه اللي فاتت. لو فاكرين الفيديو بتاع تخزين البرتقال معاكم، كنت عامله فيديو كامل عن تخزين البرتقال وازاي نستفيد منه في الموسم بتاعه. فطلعتهم، كان هما اللي فاضلين عندي. فطلعتهم وسلقت جزرتين كده على بال ما خلصت، وروقت المطبخ مش عارفه ايه، وقعدنا ذاكرنا شويه وكان بردوا. فقمت بقى عملته، حطيت بقى شويه جزر على احسن طريقه لتفريز البرتقال هي الطريقه دي. بتقشري البرتقال وتقطعيه وتحطيه في الاطباق، بس ما بتعملش حاجه اكتر من كده، بيفضل طعمه فريش كانك لسه عاملاه دلوقتي حالا. وبصفيه، بحط له السكر طبعا حسب الرغبه، ممكن في ناس كتير ما بتحطش سكر. وبصفيه بس عشان التفل اللي بيبقى جواه، بس كده مفيش اكتر من كده. وعملت لهم بقى، قلت يعني عشان ما يبقاش بس حرمناهم من حاجه. فكنت جايبه فشار ب5 جنيه، مش كتير. يعني دايما الحاجه ان انت لو عوزتي ان انت تعملي حاجه حلوه، مش شرط ان انت تكلفيها، ولا شرط ان هي تبقى غاليه، ولا ان انت هتعملي وتسوي. بحاجه بسيطه ممكن تبسطي اولادك وبيتك، وتقضوا سهره لطيفه لذيذه كده، سواء بتذاكروا بتتفرجوا على التلفزيون ايا كانت. فدي كانت سهره الخميس بتاعتنا بقى. فايه حبينا بقى ندلعهم شويه ونعوضهم بقى اليومين اللي احنا كنا تعبانين فيهم، والحركات اللي انتوا عارفينها دي كلها. بس كده قدمت بقى ايه، عملت اول فشار. انا لسه ما عملتش معاكم الفشار يا جماعه، مش هينفع كده. عملت الفشار دول كانوا ب5 جنيه فشار، بس نقطتين معلقه من الزيت او معلقتين من الزيت او معلقه ونص حسب ما انت عايزه، ممكن لو نقطه واحده مش هتقول لا. وفي الطاسه بتاعتي وغطيتهم وقدمتهم بقى بالشكل اللي حطيت له كل واحده طبق. انا ماليش فيه قوي الحقيقه، فايه يعني عملت كده. وعملت 3 كوبايات من العصير. قلت لو حد عايز بقى تاني نبقى نصب. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو حاجه بسيطه. دعوه حلوه منكم ليا، ويا ريت ما ننساش اللايك والتعليق الجميل. وهنا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم سالمين.